تعالوا لهنا الكل ثابت، موضوع مهم. صلاتكم على النبي، صلوا على رسول الله يا شباب. بخصوص موضوع القرموزي والضبيبي وعبد السلام جحاف، هول الثلاثة حوثة. طيب هول الثلاثة حوثة، وفي هنا موضوع مهم. الحوثة الآن خلونا نرجع نطاحن بيننا البين علشان ينفذوا مخططاتهم. الأوضاع اللي نحن الآن فيها ومتعشبكين فيها هي لمصلحة من؟ هي لمصلحتك يا حوثي. على العموم كانت انفجرت بينهم البين، وكاد القرموزي أن يكشف أقوى شبكة استخبارات مع من؟ مع الحوثة. كيف يا أبو شلال؟ تعال أشرح لك. صلوا على رسول الله. القرموزي حصل بين خلاف هو عبد السلام جحاف، أوكي؟ حصل بينهم الخلاف هذا هو عبد السلام جحاف والضبيبي لعدة أمور منها أمور واضحة. تمام. الأمر الواضح أن القرموزي أصدر اتهامات قوية جدا، وقال أن عبد السلام جحاف اللي هو الحوثي هذا عبد السلام والضبيبي يقوموا بإدارة شبكة دعارة. سامحوني على اللفظ هذا، قال إنه شبكة دعارة يقوموا الاثنين فيها. أوكي؟ تناشقت التصريحات. عبد السلام عندما شاف تصريحات القرموزي وأن سيتم كشف شبكته تلخبط، الرجال تلخبط. تمام. كنا نشوفه ساعة يصير عند مفتي، وساعة يصير عند إعلامي، وساعة يصير هنا، وساعة يصير هنا، وساعة يصير هنا. المهم تلخبط الرجال. وعرف الرجال أن أوراقه إيش؟ أن أوراقه كلها بتنكشف. طيب هذه الشبكة لماذا تم تأسيسها؟ هذه الشبكة تمام سبق وأن احنا قبل يومين نشرنا وقلنا وعبر منشورات الأخ ناصر عزت أن في شبكة مدسوسة، دسوا لنا شبكة داخل حتى المناطق المحررة كامل. تمام. منها عناصر نسائية وعناصر رجالية. ايش وظيفة هذه الشبكة؟ هذه الشبكة يقوم باستدراج القيادة، أو العناصر العسكرية أو الأمور. علشان ايش؟ علشان يأخذوا نقاط ضعف ويتسربوا معلومات. يعني استخدموا أوسخ الطرق. استخدموا أوسخ الطرق علشان ايش؟ علشان يخترقوا الصفوف ويحصلوا على ما يريده. لذلك الشبكة هذه عندما كادت أن تنفضح. طبعا القرموزي صحيح انه حوثي يعني من صنعاء. تمام. واصحاب صنعاء مش كلهم حوثة، في ناس يعني محترمين لهم رجعين. انا عندما اكلم الان واشرح، انا الان اشرح وضع الحوثة والمتحوثين، لا احد يقول بعد عنصرية ابو شلال طلعت عنصر. تمام. عندما كاد القرموزي أن يكشف هذه الشبكة اللي هي أكبر شبكة، اللي هي مربوطة بالاستخبارات بالاستطلاع بكل شيء، اللي هي هذه الشبكة هي اللي تحصل على المعلومات، هي العنصر الفعال والرئيسي مثل ما تقول موساد. تمام. كاد أن يكشفها وطلع وتكلم بكل قوة، لأن عند الوثائق أنه والأدلة والإثباتات أن هذه الشبكة فعلا يديرها واحد اللي يديرها عبد السلام جحاف، لم تكن برئاسته، اللي هو هذا الناطق حق الحوثيين، اللي هو إعلامي حق الحوثيين والضبيبي. تمام. عندما شافوا الحوثة أن هذه الشبكة كانت أن تنكشف، قاموا بإيش؟ المشاط تدخل سريع ومكن الناس وسرعوا حكموا الضبيبي وعبد السلام جحاف وانهوا الموضوع. تمام. والقرموزي حتى ما صار معاهم. ليش؟ لأن الرجال عسر وراء قبيله، بينما القرموزي الآن جالس يهين عبد السلام جحاف ويهين هذا، يقول له من أنتم؟ أصلا أنتم من وين؟ أنتم من ريمة. ونسمع هذا الكلام كله، بالرغم من أصحاب ريمة كلهم على الآن والراس والنعم فيهم. تمام. الموضوع كبير والشبكات بدأت تظهر، وعلى كل القيادة، على كل قيادات، مش من نقول الجنوبية، على كل القيادات بالمناطق الشرعية بمختلف مكوناتهم وفصائلهم الحذر من هذه الشبكة التي قد كادوا أن يكشفوها. الله أكبر. قال حق صدق الباطل، لكن تدخل المشاط وأنهوا المشكلة. أذن ونوقف التسجيل ونكمل لكم. في أمور تدور من خلف الستار، ونحن بين البين جالسين
بنكمل لكم كل شيء، بنكمل لكم.